السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات أم طموحة. قبل ما نبداو لا فيديو نتاعنا ما تنساوش تصلوا وتسلموا على الحبيب المصطفى عليه أفضل وأزكى السلام. وثانيك حبيت نرحب بكامل المتتبعات اللي انضموا جدد للقناة وراهم بزاف، ونقول لكم مرحبا بكم في عائلتكم الثانية. شرفتوني ونورتوني، وسمحوا لي على التعليقات اللي ما رجعتش عليهم في الفيديو الأخير، لأنه صراحة هذوما اليومين ما كنتش كامل مريحة، كانوا عندي بزاف شغالات، وثاني كنت لاتيه بامور واحد اخرين. دركا نشارككم كل شيء في هذا لا فيديو. وثاني حاجه واحده اخرى باش ما نكذب عليكم، ما والو صراحه بكل صراحه ما على باليش واش راهو صاري لي، ولا كشغل الخدمه في اليوتيوب تجيني ثقيله لواحد الدرجه ما تامنوش عقلكم. لي فيديو مصورين وواجدين، مي باش ندير لهم المونتاج ونحطهم لكم ولا تجيني ثقيله. يعني سبحان الله، واحد الوقت اذا تشفاو كنت في كل سمانه نحط لكم حتى 3-4 فيديوهات. مرات اذا تشفاو كنت نحط لكم نهار بنهار. مي الخطره هذه ما فهمتش، التليفون يعني مشارجي بلي فيديو نصور لكم بزاف حاجات، مي كي نوصل باش ندير المونتاج كشغل تجيني ثقيله، تجيني كشغل راني نجبد فيهم من البير ولا ما على باليش. المهم قبل ما نبداو في لا فيديو نتاعنا والروتين نتاعنا، حبيت نبارك لاصحاب البيام اللي جابوا شهاده التعليم المتوسط، ونقول لكم الف 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 مبروك، والمزيد من الافراح ان شاء الله العاقبه لشهاده البكالوريا والعاقبه للتخرج باذن الله. واللي ما جابوهش نقول لكم ماشي نهايه الحياه، العاقبه للعام الجاي ان شاء الله. تقعدوا غير بخير وتقعدوا غير بصحتكم، وتبقوا في حياه اهلكم بصحتكم وبعافيه ويشوفوكم بخير الدنيا وما فيها. المهم كما قلت لكم خياتي، قبل ما نفوتوا واش كنت ندير، البارح كان لانيفرسير نتاعي، البارح درت 32 سنه ان شاء الله ربي كبرنا على الدين والطاعه. وثانيك جاتني مفاجاه من اغلى الناس على قلبي، يعني ماشي اول مره يديروها لي، يعني هذه ثاني مره ولا ثالث مره. مي صراحه هذاك النهار بالذات ما كنتش متوقعتها كامل. المهم ماذا بيا تبقاو معايا حتى للاخير واعطوني رايكم في كل حاجه، لانه راني راح نشارك معكم بزاف حاجات. المهم خياتي، هنا كيما شفتوني نط صباح نهار عادي كباقي الايام، نط نخمل في الشومبرا، نط نستيكي في الحاله. ايام من بعد روماركيت باللي المابل نتاعي كامل راهو مقشر، وروماركيت باللي الحاله نتاعي صراحه راهي كارثه. معناتها يجيني اي واحد ولا اي ضيف ولا اي، يعني سبحان الله المشكله تقولي حسيت بلي راهو جايني ضيف، يعني تقولي ربي سبحانه مانيش عارفه ولا هنيه مخلوقه نوضي استيكي الحاله نتاعك باسكو راهو جايك ضيف عزيز وممكن يضحك عليك. مي هذاك الانسان اللي جاني مستحيل يضحك عليا، باسكو هو بالذات الوحيد اللي يعرف ظروفي ويعرف السيتياسيون تاعي. المهم هنا كيما قلت لكم شفت المابل نتاعي كامل مقشر، شفت الصالون تاعي مبهدل، شفت الشومبرا نتاعي مبهدله. اي قلت جاتني الفكره نتاع علاش انا في عوض ما نروح نشري كلش جديد والظروف ما تسمحليش، علاش ما نعاودش نسبخ كل حاجه. صراحة هذه الفكرة اقترحتها عليا واحد الأخت خطرة في التعليقات. مي المشكلة أنا نسيت يا خياتي، إحنا رانا بشر وننساو وعندنا ألف حاجة في ريصنا. يعني أنا الفكرة ما جاتش في بالي، ماشي ما كنتش حابة ولا مثلا جات في بالي ونسيت ولا، مي ما خطرتش كامل في بالي. أي غير جات في بالي حبست كامل واش كنت ندير، وعيطت للزوج مباشرة، قلت له نحتاجك في الحين. قلت له دبر راسك، روح جيب لي صبيغة في البلون وجيب لي صبيغة في المارون، اليوم راني ناويه نعاود نسبخ كل حاجه في داري. كما كان الحال حتى هو حط كلش من يده وجابهم لي وجا. كما شفتوني بديت بالكنابي اللي من هيك، وبديت بلاغجونتري. صراحه كما يقولوا العود المحقور يعمي، هذيك لاغجونتري كنت دايره في بالي باللي الصبيغه اللي جابها لي ما راهيش تاعها. مي في لافان خرجت الصبيغه نتاعها وخرجتها تهبل. مي الطابله صراحه ما كيشغل مالغري صباغ الدوفوا وعاودت، مي ما حبتش تخرج كيشغل لازم لها صبيغه تكون ثقيله. وانا هذيك الصبيغه اللي جابها لي جايه كيشغل فاغني او ميم تو صبيغه مي ماشي ثقيله. اي مالي قلت له ليسونسيال خرجت لي لارجونتري وليسونسيال خرجني الكالابي، هذاك هو الصح. المهم كملت كامل الصوالح المارون، وثاني صبغت تاع لي تيغوار تاع الكوزينه، ثاني كي نشفوا خرجوا يهبلوا.
أيا من بعد رجعت للحاجات البيوضة. ثانيك رحت لشومبرتي كيما راكم تشوفوا، خرجتها تشعل شعيل، ما درتلكمش كامل التفاصيل باش ما يجيش لا فيديو طويل. المهم كيما راكم تشوفوا الصورة راهي تعبر على روحها. من بعد رحنا ثانيك لي كادغ نتاع البيبان كامل اللي في الدار، تاع الشومبرا حاشاكم، تاع الدوش وتواليت، تاع الشومبرا تاع دراري، الكوزينه، ليسونسيال، الحاجه اللي لازم تتسبغ باللون الابيض كامل صبغناها. صراحه الصبيغه دات لنا مده باش اللي نشفت. هنا هذه في الليل بعد ما نشفت شوفوا لي النتيجه في الصالون. صراحه النتيجه خرجت روعه ما شاء الله. اكدوا لي على ديك لارجونتري، خرجت تبري وتهبل. الكنابي ثاني خرج واو. مي لا طابل كيما قلت لكم مع الاسف هي الوحيده اللي ما خرجتش. مي قلت ان شاء الله المره الجايه نجيب لها صبيغه واحده اخرى. المهم غدوه من ذاك كي نضت وصبحت الحاله ناشفه، ليسونسيال الدار ولا تشعل شعيل. ما قدرتش نصور لكم وندير لكم فيديو باسكو صباح كي نضت صبت الباب يدقدق. ايماجينو وشكون جاني. جاتني ماما ربي يحفظها لي ان شاء الله، باسكو كان لانيفرسير نتاعي كيما قلت لكم. الزوج جاب لي هذه الخبزه تاع الباتيسري، هذه جابها لي بعد هذاك الشقا والتهمبير، جابها لي الافونس قبل ما تلحق 12 تاع الليل. كي شافني في هذاك التهمبير وفي هذيك الصبيغه راح وخلاني، قال لي عندي شغل انني رايح وانت كملي شغلك. المهم كي راح وجا يعني صراحه صح تصدمت باسكو ما كنتش متوقعه باللي راح يجيبها لي الافونس لانه ماشي عوايدو. وهنايا كيما راكم تشوفوا خياتي هذه هي الخبزه اللي جابتها لي ماما. مي مع الاسف مسكينه فسدت لها باسكو كي شراتها وبدات جايه للدار تلفت الدار وما قدرش تعيط لي وتقول لي راني تلفت وين راكي تسكني باش ديريها لي سوربريز. وراكم تعرفوا مع سخانه. وشوفوا حتى بابل جابتهم لي معاها، ما جاتش وحدها، جات مع وليد اختي. قلت لها انا لو كان جيتي غير هكاك بلا ما تجيبي لي حتى حاجه هذيك راهي راح تكون اكبر هديه بالنسبه ليا. المهم كيما شفتوا جابت لي الخبزه تاع الباتيسري وجابت لي بابل وثاني جابت لي واحد لونسامبل يهبل روعه ما شاء الله. صراحه باش ما نكذب عليكم ما والو، المره الاولى كي شفتو هكا قلت يعني بالك ما يجينيش شباب شويه ما عجبنيش. مي قلت ليسونسيال الجيست كي كنت. المهم تفكرتني وجابت لي. شوفوا البابل هنايا نفختهم وشبحت لي بهم الصالون. وهنايا هذا هو لونسامبل اللي جابته لي. شوفوا شحال شباب واعطوني رايكم فيه. صراحه انا نموت على هذا الستيل. مؤخرا وليت نحب نلبس بزاف لي جيب، وهي روماركات باللي راني نلبس بزاف لي جيب. اي مالي جابت لي هذا لونسامبل اللي راكم تشوفوا فيه، اعطوني رايكم فيه. وكما يقولوا الحجرة من عند الحبيب تفاحة. يكفي أنها جات وتفكرتني الدنيا وما فيها. يعني إحنا الناس اللي نحبونا ونحبوهم ماشي شرط حتى يجيبونا، يعني كي يهزوا غير التليفون ويعايدونا ولا يباركونا ولا يسقسوا علينا بالنسبة لنا الدنيا وما فيها. إن شاء الله ربي يحفظ لكم كل إنسان ولا إنسانة عزيزة على قلوبكم، وربي إن شاء الله يدوم المحبة بيناتكم وما يحرمكمش من بعضكم، لأنه الإنسان ما يحسش بقيمة الحاجة حتى يفقدها. المهم خياتي هنايا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم والف مبروك مره اخرى لاصحاب البيام، والعاقبه ان شاء الله ثانيك لاصحاب الباك. ان شاء الله كامل يجيبوه وتفرحوا بهم وتشوفوهم في اعلى المراتب باذن الله. سلام.